بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكل متتبعي قناة أمين. أمين ترحب بكم في مطبخها المتواضع، وتتمنى لكم فرجة طيبة لهذا الفيديو اللي هو عبارة عن غراتان بطاطا بالصدر الدجاج. تجي بنة رائعة رائعة رائعة، من أروع ما يكون، والقوام أروع والريحة أروع كذلك. جربوها البنات إن شاء الله وراح تنجحوا فيها. وباش تنجحوا فيها فقط تبعوا معنا الفيديو للآخر وراح تنجحوا فيها بإذن الله. ونطلب فقط من كل مشتركي قناتي أنهم يشاركوا أصدقائهم هكا باش تعم الفائدة. واللي مازال ما شاركش نطلب منه أنه يشارك ويفعل الجرس ويدير لي جامو أبوني هكذا باش يوصلوا كامل الجديد بتاعي. ونروحوا بدون إطالة نشوفوا الطريقة والمقادير مع بعضنا. وهذه هي المقادير تاع الوصفة تاعنا لنهار اليوم. غراتان بطاطا بالصدر الدجاج. راح نقطع البصل تقطيع مربعات صغيرة، نقطعها مربعات صغيرة كما راكم تشوفوا فيها. ما ديريهاش في لاشواغ، ما ننصحكش به في الوصفة هذه بالذات، لأن الوصفة هذه تحب البصلة تكون شوية مربعات تاعها خشينة. والبصلة هنا في هذا الأثناء كون ديريها في لاشواغ راح تطلق لك الماء، وداك الماء راح يطلق لك المرورة. لذا في الحشو تاعك راح يطلق لك المرورة بزاف، وراح يفزت لك القوام تاع الحشو تاعك. لذا قطعيها فقط مربعات صغيرة كما راكم تشوفي بهذه الطريقة هذه، راح تجيك رائعة رائعة. فقط بالنسبة للمبتدئات اللي ديما البصل تاعهم يتعذبوا شوية باش يقطعوا على بالي بيه ومرينا على هذه المرحلة حنايا. لذا نقول لك كي تقشري البصلة تاعك، هذه المبتدئات اللي ديما يتعذبوا في التقطاع تاع البصلة تاعهم راني نحكي عليهم. كي تقشري البصلة تاعك قشري، نحي الزوائد، نحي حاشاك كامل الأشياء اللي ما نحتاجوهاش، القشر تاعها. ولأن البصل كما نعرفوها البصلة فيها طبقات، وديك الطبقات فيها مادة لزجة بيناتهم راح تخلي الطبقات هذيك يتحركوا على بعضهم وما تقدريش تقطعي البصلة كما حبيتي. لذا كي تقشري البصلة تاعك هذا الراس الفوقاني هذا ما تنحيش، خليه هو اللي راح يساعدك باش الطبقات هذوك ما يتحركوش على بعضهم وتقطعي البصلة تاعك عادي. ونسحقوا كذلك الفلفل الحلو، ونسحقوا صدر تاع دجاج هكذا راح نقطعوا كاريات كذلك مربعات صغيرة. كما قطعت البصلة كامل، وراح نقطع الفلفل الحلو كذلك نقطعه كامل مربعات صغيرة كما قطعت البصلة. هاكم تشوفوا فيها البصلة مقطعة، الفلفل الحلو راني نقطع فيه مربعات صغيرة. ونروح نشوح البصلة تاعي بعد ما قليت البطاطا وحطيتها وش تحطي بجهة، ودرت في المقلة تاعي شوية زيت وبديت نقلي في البصلة تاعي حتى نوصل للقوام هذا اللي تعود مكرملة تقريبا مكرملة، تعطي بنة رائعة. نحط لها 2 سنينات تاع توم، ونحط الصدر تاع الدجاج تاعي بعد ما قطعته قطعته مربعات صغيرة، نقليهم مليح. مجرد ما يتقلاو اللحم تاعي يطيب نفرغ عليه الفلفل الحلو اللي قطعته مربعات كذلك، ونزيد التوابل اللي هو الملح، الكمون، الزنجبيل، الفلفل الكحل والكركم. هذو هما التوابل اللي راح نديرهم هنايا. ودائما نقول لكم الطبخ اذواق، تقدري تنقصي تابل تزيدي تابل، انت حره. دائما نقول لكم الجود بالموجود، ديري واش عندك. تقدري تزيدي لها التابل تاع الدجاج راح يعطيك بنة رائعة. وهنا دركا بعد ما كملت وجدت كامل المكونات تاعي الفرماج رابيتو نابولي، درت انا نوعيه نابولي. كذلك الحشو تاعي درت له شويه معدنوس بعد ما طاب. البطاطا مقليه تاعي درت لها صوص بيشاميل كما راكم تشوفي انا درتها ثقيله، متعمدت نديرها ثقيله لاني نحب لاصوص بيشاميل. وراح ندير في هذه القوالب الفرديه هذه. وانتي كما حبيتي، تحبي ديري في قوالب فرديه، تحبي ديري في قالب عائلي حجم كبير. درت كطبقه اولى درت الصوص بيشاميل من تحت، ونزيد لها كطبقه من فوق بطاطا مقليه. تقدري كذلك كما قلت لكم تفوروها اللي يتابعوا محميه ولا مرضى، ولا تقدروا تتبعوا تفوريها راح تجيك صحيه احسن. ندير من فوق الحشو تاعنا تاع الفلفل الحلو، البصله،
صدر الدجاج، ونزيد طبقة فوقها تاع بطاطا بهذا الشكل هدايا. راح تجيك بنة رائعة رائعة، جربيها فقط أختي، بنة رائعة وتنحي بها حيرة. في هذا رمضان دائما نحيرو واش نطيبو، تحيريق أكثر من طياب، التعب تاع التخمام واش ديري أكثر من طياب، لذا ديري خليها عندك وجربيها إن شاء الله وراح تنجحي فيها. عفوا، وراح نزيد لاصوص بيشاميل أولا قبل من الفوق. شوفوا كيفاش خاطر لاصوص بيشاميل انا نموت عليها دائما في اطباقي، نديرها اكثر من الخضره تاعي. لاصوص بيشاميل نكثرها اكثر، نكثر منها اكثر من الخضره. ونزيد ندير الفرماج من فوق رابي. دائما نقول لكم انا النوعيه تاعي اللي نديرها هي فرماج نابولي اقتصادي وفي متناول الجميع. راح نكمل كامل الاطباق تاعي نعمرهم، واني عمرتهم كامل بهذا الشكل تاعي. راح بهذا الشكل هدايا. ودرت اللي لا فارس اللي بقات لي درتها في طبق عائلي. وراح نشعل الفرن وندير هاد اللي يطيبوا من الفوق فقط، لان كلش طايب عندي. مجرد ما يحمروا شويه بهذا الشكل هدايا راح نحيهم. وكنصيحه فقط الفرماج نابولي الى حمرتيه بزياده راح يبسلك، لذا مجرد ما يذوب الفرماج تاعك نخرجيه من الفور، ما تخليش يحمر بزاف هكذا باش ما يبسلكش وراح يفسد لك القوام تاع الطاجين تاعك. راح نوري لكم القوام تاعها الان كيفاه جات، ريحه طالعه ما شاء الله البنات. شوفوا كيفاه جات رائعه رائعه، وقوامها طريه بالبزاف. شوفوا، والبنه ما نحكي لكمش رائعه رائعه، جربوها فقط البنات. ونتمنى فقط نكون وفقت في هذا الفيديو وعجبكم، وراح تجربوه وتنجحوا فيه. فقط خلوه في المكتبة تاعكم إن شاء الله راح تسحقوه بالبزاف، وراح تنحوا به حيرة في هذا رمضان. ونقول لكم إلى اللقاء في